السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي، معادنا النهاردة مع الجزء الثاني الهندسة الفراغية. هنشرح الجزء الاختياري. طبعا مستر بالنسبة للجزء المقالي هيكون في الجزء الثالث، هنشرح فيه الهندسة الفراغية وهنشرح فيه برضو أسئلة المقالي على الاستاتيك. طبعا مستر هنا مستر بيقول لي أول حاجة عدد المستويات التي تمر بنقطتين معلومتين في الفراغ يساوي إيه؟ عدد لا نهائي على طول كده. يقول لك عدد المستويات التي تمر بثلاث نقاط على استقامة واحدة، عدد لا نهائي. أي ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة دي بقى تعمل لك واحدة بس. تمام كده، اعمل لك مستوى واحد بس. طب يا مستر إذا كانوا مستقيمين لام واحد ولام اتنين، لام واحد يوازي المستوى س، ألف تنتمي لس، فإن لام تقاطع س يبقى فاء هو يوازي المستوى. هذا المستقيم وده المستوى عامل كده مثلا، وده المستوى عامل كده، ده يوازيه، مفيش تقاطع بينهم. أقل عدد من المستويات التي تحدد مجسما لازم يكون 4 مستويات عشان تعمل لك هرم. عشان تعمل لك إيه؟ هرم. الهرم الثلاثي بيكون عامل كده، ليه 3 زوايا، ده واحدة وده الثانية وده الثالثة. تمام يا مستر؟ والقاعدة. تمام يا مستر؟ طيب يبقى هو ده بيتحدد ب4 مستويات. المجسم أقل حاجة يتحدد بيها 4 مستويات. هنا إذا كان لام واحد ولام اتنين مستقيمين حيث التقاطع بينهم فاء، مفيش تقاطع بينهم، يبقى إما يكونوا متوازيان، ولنفترض إن الدولة يكونوا متوازيان. والجزء الجديد اللي عليك بقى ممكن ما يكونوش متوازيان بس متخالفان، عاملين كده ورا بعض، يعني مفيش تقاطع برضه بينهم. رغم محدش يقول ان هم كده متعامدان، لا هم كده مش متعامدان، متعامدان بيبقوا لازقين على بعض كده. تمام يا مستر؟ يبقى هم كده عندك حلين، متوازيان والتاني متخالفان، يعني مش في نفس المستوى اصلا، يعني سواء راحوا كده ده راح كده ده عمرهم ما يغبطوا. يبقى متوازيان او متخالفان. المستقيمان المتخالفان يكونان ايه؟ لا يجمعهما مستوى واحد، زي ما بقول لك كده، هو دول عاملين كده. يعني ايه مستوى اصلا يا مستر؟ بس عشان لو في ناس مش فاهمه، مستوى مثلا زي السبوره دي كده، بس المستوى بيحدد الى ما لا نهايه. يعني السبوره زي ما هي كده كانها قد العالم بس في نفس الاتجاه ده. طب المتخالف معاها عامل كده، عامل كده مثلا، دي في مستوى وده في المستوى ده، هيكون واخد الحته دي كده يا مستر. تمام. هنا بقول لك المستقيمات الرأسيه المختلفه في الفراغ تكون متوازيه، كلهم رأسيه، دي رأسيه ودي رأسيه كده في الفراغ بقى، تروح مطرح ما تروح، بس هم كلهم ما دام في رأسيه يعني واقفين على قصاد بعض، يبقى كده ايه؟ متوازيه. تمام يا مستر. خش على السؤال اللي بعده. بيقول لك جميع الحالات الآتية تعين مستوى ما عدا. هو المستوى بيتحدد ب3 نقط، وانت خليك شغل دماغك بقى. اول واحده مستقيم ونقطه لا تنتمي عليه، ده المستقيم وده نقطه لا تنتمي عليه، كده عندك 3 نقط اهو، حدد لي مستوى. طيب تاني واحده مستقيمين متخالفين، هو ده الحل. اشمعنى يا مستر؟ لان المستقيمين متخالفين معناهم ان هم مش في نفس المستوى، يعني مش على قصاد بعض، واحد مثلا قدام واحد ورا كده، فده مستوى وده مستوى. تمام كده؟ طيب يا مستر زي مثلا الشاشه وفي شاشه ثانيه هنا قدامها، فده دي في مستوى، دي واخده المستوى ده كده من السماء للارض، الحته بتاعت الشاشه دي، والشاشه اللي ورا من هنا واخداها من السماء للارض. تمام يا مستر؟ يبقى انا لازم عشان يكون عندي على يحدد لي مستوى واحد يكون في نفس النقطه، في نفس في نفس المستوى كده، يكون عاملين كده 3 نقط. طيب يا مستر طبعا مستقيمين متقاطعين، ما دام هو قصده متقاطعين لامسين بعض، يعني ما دام لامسين بعض يبقى لازقين في نفس الحته، عاملين كده يا مستر مثلا، فده نقطه وده نقطه وده نقطه وده نقطه، ده 4 نقط اهو، توصلهم ببعض يعملوا لك مستوى. تمام يا مستر؟ يبقى الحاجه الوحيده اللي ما بتعملكش مستويين اللي هم يكونوا مستقيمين متخالفين. المساحه الجانبيه لاي مجسم زائد مساحه القاعده، دي ايه؟ قانون المساحه الكليه، قانون بتحفظه انت. القوانين عندك هنا كلها ايه؟ لو حد عايز برضه يكتبهم. المساحه الجانبيه نص محيط اي حاجه بقى. خلي بالك القوانين دي، انا عارف ان في ناس القوانين مكتوبه عندها بشكل تاني مختلف عن كده، وهوريكم الاشكال بتاعتها برضه القوانين التانيه، بس الفكره ان القوانين دي بتحل معاك اي مجسم، اي مجسم. المساحه الجانبيه نص محيط القاعده في الارتفاع، المساحه الكليه المساحه الجانبيه زائد مساحه القاعده، الحجم ثلث مساحه القاعده في في الارتفاع، بس الجانبيه خلي بالك ارتفاع جانبي. الكلام ده للمخروط وللهرم. طيب يا مستر انت بقى مساحه القاعده حسب ما عندك كم مثلث
هات لي محيط القاعدة محيط المثلث. تمام كده. طيب كان مخروط قاعدته دايرة، يبقى هات لي محيط الدايرة 2 باي نق في ايه؟ في عين الجانبية. طيب يا مستر. اما لو كان المجسم ده مكعب متوازي مستطيلات الكلام ده كله، يبقى شيل النص والتلت ده، والقوانين دي تمشي معاها برضه. يبقى القوانين دي ميزتها انها تمشي مع اي حاجه، مخروط بقى مش مخروط، تمشي مع كله. طيب يا مستر، هنا قانون بيقول لك النسبه بين طول حرف الهرم الثلاثي المنتظم الوجوه وارتفاعه. هي بتجي لك بشكل من الاشكال، ممكن تجي لك بالشكل ده 2 لام تربيع بتساوي 3 عين تربيع. لو لقيت دي في الاختيارات اختارها، ادي نسبه بينهم. النسبه الثانيه يقول لك جذر 6 الى 2، جذر 6 الى 2 او جذر 3 على 2، يبقى لام الى عين يا اما لام الى عين. دي بيقول لك 2 لام تربيع الى 3 عين تربيع لو هو جايبها لك في طب لو هو قال لك لا الى عين يبقى بتساوي ايه؟ قلنا هنا جذر 6 الى 2 او تساوي جذر 3 على 2. اي نسبه، طبعا النسب كلها بتساوي بعض. تمام، بس كل النسب دي متساويه مع بعضها. هنا النسبه بين المساحه الجانبيه للهرم الثلاثي منتظم الوجوه الى مساحته الكليه 3 الى 4. الحاجات دي سجلها واحفظها. تمام. طيب يا مستر. مخروط دائري قائم طول راسمه 17. هنا بقى نروح نشتغل نرسم المخروط. الراسم بتاعه المخروط اللي هو القرطاس ده اللي يعني انت عارف انت القرطاس اللي هو بيبقى في الكماين ده، هو ده من شكل المخروط. مخروط دائري قائم طول راسمه 17. ده طول الرسم، ده الرسم بتاعه، ده الرسم بتاعه اللي هو بره ده. وارتفاعه 15. الارتفاع بيكون نازل من الرأس، خلي بالك كده معايا، في نص المخروط هنا بيكون قائم على المخروط. جميل يا بس. فإن نصف قطر القاعدة، نصف قطر القاعدة مش أنا قلت لك ده نازل في النص، يعني نازل في مركز الدايرة اللي هي تحت القاعدة. شد كده وصلها لي بطول الراسم، قلنا الحتة دي قائمة. طيب دي ب 17. ارتفاع قاعدته كام؟ الارتفاع بتاعه كام؟ قال لك 15. يبقى دي اجيبها بايه؟ بقانون الفيثاغورس. مش ده اصبح عندك مثلث؟ يا مستر بقى مثلث عندي قائم. يبقى الضلع اللي ناقص اللي هو النق بيساوي جذر فيثاغورس. قال لك خد ده تربيع ناقص ده تربيع، 17 تربيع ناقص 15 تربيع، وتطلع معاك ب 8. مخروط قائم هنا مخروط دائري قائم ارتفاعه 24 وطول راسمه 26. فإن مساحة قاعدته هتحلها بنفس الطريقة وتجيب النق. طلع معاك النق بإيه؟ 10. طب مساحة القاعدة باي نق تربيع. اشمعنى باي نق تربيع؟ هو مش مخروط قاعدته دائرة ومساحة الدائرة باي نق تربيع. طيب يا مستر خد لي باي نق تربيع، يبقى باي النق طلعت ب 10 باي في 10 أس 2 ب 100، يبقى 100 باي. في الشكل المقابل هرم ثلاثي منتظم الوجوه. ايه يا مستر ده منظر هرم؟ لا مش هرم، هو هرم بس فتحه من بعض. يعني مثلا جاب لك هرم زي ده، بس الهرم اللي مرسوم هنا رباعي. احنا ممكن نرسم هرم هنا كده مثلا، هو هرم زي ده مثلا كده، بس هو مسك الجزء ده فتحه كده، ومسك الجزء ده فتحه كده، ومسك الجزء ده فتحه كده. تمام. المهم ان انا بستفاد ايه بس؟ ان هو ما دام قال لي منتظم الوجوه، والكلمه دي مهمه جدا، ان كل حاجه فيه قد بعضها، يعني كل اضلاعه قد بعضها. طيب يا مستر، فبقول لك كل العبارات دي صحيحه ما عدا انا اروح اقول لك كده. اول حاجه، هو انا مش كنت بقول لك الارتفاع الجانبي هنا بقول لك ب 6 جذر 3، يبقى اول حاجه لازم تروح تجيب الارتفاع بتاعه علشان تعرف اختار انهي واحده في دول. طيب الارتفاع بيساوي ايه؟ لسه القانون قايل له من شويه 2 لام، كنت بقول 2 لام تربيع بتساوي 3 عين تربيع. طيب روح عوض لي يلا. هي اللام ب 12، 12 دي اللي هي اللام. طيب بس 2 في 12 أس 2، 12 أس 2 ب 144، يبقى 2 في 144 بتساوي 3 عين تربيع. يبقى عين تربيع بتساوي 2 في 144 اللي هي 288 على 3. أضيع التربيع بالجذر، يبقى الأربعة العين بتساوي إيه؟ جذر 288 على 3. احسبها تطلع معاك ب4 جذر 6. ده الارتفاع، ارتفاع 4 جذر 6. الاختيار ب صح.
طب الارتفاع الجانبي، خلي بالك بقى، انا لو جيت رسمت لك الهرم ده، هرم مثلا يا مستر، هو الارتفاع بتاعه بيبقى نازل عمودي كده في نص القاعدة، والارتفاع الجانبي بيبقى نازل على الضلع اللي في الجنب كده، تمام، والحتة دي كده في القاعدة تحت. وهو يا مستر خلي بالك، وعندك ده كده طول الحرف كده، انت عندك مثلثين في الرسم، المثلث الاولاني اللي جوه والمثلث اللي بره ده. طيب بالنسبة للمثلث ده بيكون فيه الزاوية دي قائمة، لأن ده ارتفاع جانبي. تمام يا مستر، ثانية أوضحها لكم تاني. هنا في المسألة دي بيقول لي في الشكل المقابل شبكة هرم ثلاثي منتظم الأول، طول حرفه 12 سنتيمتر، فجميع العبارات التالية صحيحة ما عدا. أول حاجة، هو أنت ما عندكش غير طول الحرف، وأنت لو ما عندكش غير طول الحرف ما تعرفش تجيب ولا الارتفاع الجانبي ولا المساحة الجانبية ولا تجيب أي حاجة. أنت ما عندكش دلوقتي غير الإيه؟ غير طول الحرف. تقدر تجيب المساحة الجانبية بالقانون عشان ده منتظم الوجوه. بس تعالى أول نشوف موضوع الإيه؟ الارتفاع. هو الارتفاع بيساوي ايه يا مستر؟ احنا لسه قايلين القانون من شويه، 2 لام تربيع بتساوي 3 عين تربيع. كلام جميل. يبقى 2 لام تربيع اللي هي مديك اللام هنا ب 12، 12 أس 2 بتساوي 3 عين تربيع. يبقى العين تربيع بتساوي 2 في 12 أس 2 على 3. هتطلع معاك شيل التربيع من هنا وحط لي ايه؟ جذر، يعني اللي طار التربيع الجذر. يبقى العين هتساوي، احسب لي دي كده، شوف هتطلع معاك كام. طلعت ب4 جذر 6، 4 جذر ايه؟ 6. كلام جميل يا مستر. طب ما هو هنا بيقول لي الارتفاع 4 جذر 6، طب العباره دي صحيحه. طيب ما تيجي تروح تشتغل لي بقى على حاجه تانية، اللي هي ايه يا مستر؟ ده بيقول لي هرم ثلاثي منتظم الوجوه. خلي بالك كده معايا، انا حاطط لك من ضمن القوانين قانون بيقول لك ايه؟ لما يكون منتظم الوجوه المساحة الجانبية ب3 على 4 جذر 3 لام تربيع. 3 على 4 جذر 3 ايه؟ لام تربيع. فروح هات لي المساحة الجانبية. هو هنا حلل بالقاعدة العادية اللي هي نص محيط القاعدة في الارتفاع. طيب اكتب لي انت كده 3 على 4 جذر 3 لام تربيع. 3 على 4 في جذر 3 لام تربيع اللي هي 12 أس 2. روح اكتبها لي على آلتك الحاسبة. يبقى 3 على 4 في جذر 3 في لام تربيع 12 أس 2 في 12 أس 2 تطلع معاك 108 جذر 3. يبقى المساحة الجانبية طلعت معاك كام؟ 108 جذر ايه؟ 3. طب هنا مستر بيقول لي المساحة الجانبية 36، يبقى هي دي العبارة الخطأ بقى من غير ما تكمل. طيب يا مستر يلا بينا نروح نشوف اللي بعده. إذا كان طول نصف قطر القاعدة مخروط دائري قائم 6 وارتفاعه 8 سم، فإن المساحة الجانبية، احنا قلنا المساحة الجانبية بتساوي ايه؟ محيط القاعدة في الارتفاع الجانبي. طيب بس خلي بالك ده 6 سم، ايه 6 سم نصف قطر، وال8 سم دول الارتفاع مش الارتفاع الجانبي. انت قصدك ايه يعني يا مستر؟ اقول لك انا قصدي ايه. لو جبت لك مخروط هنا كده زي ده ورحنا رسمنا، انت عندك ارتفاعين في المخروط. الارتفاع الاولاني نازل كده في نص المخروط قائم، والارتفاع الثاني اللي هو ده الارتفاع العادي بتاع المخروط، وده كده اسمه ارتفاع جانبي. ارتفاع ايه؟ جانبي. فالقانون عندك هنا بيقول لك ايه؟ المساحة الجانبية بتساوي محيط القاعدة في الارتفاع الجانبي، وهو مديك الارتفاع العادي هو اللي بكام؟ ب8، ومديك نص القطر اللي هو ده كده نص القطر. ما هو الارتفاع بيكون نازل في مركز الدايرة، يبقى نص القطر ده بكام يا مستر؟ ب6 سم. روح انت بقى اكتب لي كده من فيثاغورس، هات لي الارتفاع الجانبي. هو مش ده مثلث قائم؟ ده كده مش بالنسبة لك مثلث قائم؟ تمام، ما دام مثلث قائم فيثاغورس هاتها لي يلا. 8 أس 2 جذر 8 أس 2
زائد 6 أس 2 يطلع لك ب10 على آلتك الحاسبة. يبقى الارتفاع الجانبي عندنا جبناه بكام؟ ب10. طيب يا مستر، يبقى القانون كان بيقول لك ايه بقى؟ نص محيط القاعدة في الارتفاع الجانبي. يبقى نص في محيط القاعدة، القاعدة بتاعته دايرة، يبقى 2 باي نق، نص في 2 في باي في نق اللي هي بكام؟ ب6 في الارتفاع الجانبي اللي هو بكام؟ ب10. على آلتك الحاسبة اكتبها يطلع لك المساحة الجانبية اللي هتطلع معاك في الآخر 60 باي. هرم رباعي منتظم طول ضلع قاعدته 40 وارتفاعه الجانبي 25. انت خلاص بقى احفظ الشكل ده معاك، هو عايز الحجم هنا. الشكل ده الارتفاع، وده الارتفاع كده، وده الارتفاع الجانبي، وده نص القاعدة. هي القاعدة ب 40 يبقى نصها 20. ده الارتفاع الجانبي بكام يا مستر؟ ب 25. فاضل لك كده الارتفاع. طيب يا مستر، يعني انا مش لازم، لا مش لازم دايما بقى تروح ترسم لي الهرم الرباعي وتعمل لي عليه مثلث والكلام ده كله. انت على طول بالشكل ده، ارتفاع جانبي نص القاعدة. طب الارتفاع بيساوي كام؟ من فيثاغورس 25 تربيع ناقص 20 تربيع، لان ده مثلث قائم. يطلع لك دي بكام يا مستر؟ ب 15. طيب القانون بيقول لك ايه؟ الحجم تلت مساحة القاعدة في الارتفاع، يبقى ده تلت القاعدة، طول قاعدته 40 وهو مربع مش هرم رباعي، قاعدته مربع. طيب يا مستر، يبقى تلت مساحة القاعدة المربع طول الضلع في نفسه 40 في 40 في الارتفاع هنا جايبينه بكام؟ ب 15. تحلها تطلع معاك 8000 سنتيمتر مكعب. هنا بيقول لي هرم رباعي منتظم مساحة قاعدته 100 ارتفاعه 12، فإن مساحته الجانبية كام؟ نفس القصة يا مستر، هنروح نعمل نفس القصة على نفس الرسم. انت بيديك بس الفرق هنا في حاجة واحدة، ان هو بيديك هرم رباعي مساحة قاعدته 100. طب طول الضلع لما يدي لك مساحة المربع 100 اللي هي القاعدة بتاعته، يبقى طول الضلع جذر ال 100 10، جذر ال 100 ايه؟ 10. كده خلاص انت معاك القاعدة ب10 والارتفاع بايه؟ ب 12. يبقى طول ضلع قاعدته كام؟ 10. هو كده مش طالب مساحة، عايز القاعدة بس ب10 على طول. طيب يا مستر، لو عايز بقى منك الارتفاع الجانبي، احنا كنا لسه راسمين الرسم. قلنا يا مستر ده الارتفاع ب10، طول قاعدته سوري ارتفاعه هنا 12، طول قاعدته طلعناه ب10 من دقيقة، يبقى نص القاعدة 5. يبقى الوتر ده من فيثاغورس هاتها له 12 تربيع زائد 5 تربيع تدي لك كام؟ 13. يبقى المساحة الجانبية عندي بتساوي ايه؟ نص محيط القاعدة. نص، طب محيط القاعدة من قاعدته مربعة، طول الضلع في 4، يبقى نص في 4. طلعنا قاعدته ب10، نص في 4 في ايه؟ في 10. في الارتفاع الجانبي، الارتفاع الجانبي ده لسه جايبينه بكام؟ ب 13. يبقى نص في 4 في 10 في 13. احسبها على آلتك تطلع معاك 260. هنا بيقول لك إذا كان حجم هرم رباعي منتظم 48 سنتيمتر مكعب وارتفاعه 4 سنتيمتر، فإن طول حرف قاعدته. طيب يا مستر، هنا محتاج هتروح ترسم الرسمة التانية. مدي لك هرم رباعي. لو أنت عايز تشتغل بالهرم الرباعي مش عايز تحط الشكل على طول، عادي جدا روح ارسم هرم رباعي. طيب يا مستر، بيقول لك إيه؟ حجمه ب 48. ده أنا كده لازم أحط القانون بقى. ده الهرم الرباعي عندي حجمه بيساوي ايه؟ 48. طب والحجم كان بيساوي ايه؟ تلت مساحة القاعدة طول الضلع في نفسه، يعني س، لو الضلع س يبقى س في س بس تربيع، تلت في س تربيع في الارتفاع اللي هو عين. يبقى عندي 48 بتساوي تلت س تربيع، عشان هو هنا خلي بالك عايز طول حرف القاعدة، انت لازم الاول تجيب السين الارتفاع بكام عشان تعرف تحل. س تربيع بتساوي كام؟ تلت في س تربيع مدي لك هنا ارتفاع 4 اللي هي العين بايه؟ ب4. يبقى س تربيع هتساوي ايه يا مستر؟ 48 على، تاخد الرقمين دولت تقسم عليه تلت في 4 ب4 على 3، يبقى 48 على 4 على 3. على آلتك الحاسبة بقى ممكن تحاول طبعا 48 في 3 على 4 على آلتك الجميلة تروح تحسبها هتطلع معاك 6. طيب يا مستر، هتطلع معاك 36. معلش س تربيع طلعت معانا هنا 6 وايه؟ و30. طيب س تربيع ب 36 يبقى السين بس جذر 36 6. إذا تضاعف طول ضلع قاعدة هرم رباعي منتظم
مع ثبوت ارتفاع، فإن الحجم يساوي إيه؟ هو القانون عندك تلت مساحة القاعدة اللي هو س تربيع طول الضلع في نفس في عين، ما دام دي تربيع يبقى يتناسب معاه 4 مرات، يبقى يتضاعف 4 مرات. هنا ده هرم رباعي م أ ب ج د قائم ارتفاعه 10 وقاعدته معين، القاعدة على شكل معين. عايز الحجم، احنا قلنا الحجم تلت مساحة القاعدة في الارتفاع، ادي تلت مساحة القاعدة. مساحة المعين بتساوي ايه؟ نص حاصل ضرب طول قطرين، يبقى طول في نص في الطول القطرين بتوع 12 و16 في الارتفاع بكام؟ الارتفاع هنا ب10. طيب يا مستر على آلتك الحاسبة شوف هتطلع معاك كام. طلعت معانا 320. الهرم منتظم الوجوه يكون هرم ثلاثي، هو هرم منتظم الوجوه بيكون ايه؟ ثلاثي. عدد المستقيمات التي تحمل أحرف الخماسي، هو شكل خماسي، قاعدته ايه؟ خماسي 5 أضلاع، وكل زاوية من دول أو كل راس طالع منها مستقيم يبقوا 5 كمان يبقى 10. طب لو هو مثلا سداسي يبقى 6 و6 12، ثلاثي 3 و3 6. هرم ثلاثي منتظم الوجوه طول حرفه 12 يبقى مساحته الكلية، أنا كنت لسه كاتب لك هنا القوانين لو ما كنتش نقلتها نقلها. منتظم الوجوه الجانبية 3 على 4 جذر 3 لام تربيع، الكلية جذر 3 لام تربيع، الحجم جذر 2 على 12 لام تكعيب، جذر 2 على 12 لام تكعيب. طب هو عايز الكلية يبقى جذر 3 لام تربيع. طيب اللام تربيع هي اللام 12 في 12 144 يبقى 144 جذر 3. هنا مستر بيقول لي هرم ثلاثي. طب هرم ثلاثي يعني ايه هرم ثلاثي يا مستر؟ يعني في كام حرف؟ 3 و3 6. هو مديك الأحرف كلها ب 36، عشان تجيب الحرف الواحد تعمل ايه؟ تقسم 36 على 6 فيها الست. طيب هو عايز الارتفاع، احنا قلنا 2 لام تربيع بتساوي 3 عين تربيع، لام الحرف وعين الارتفاع. يبقى العين بتساوي ايه؟ هو بيقول لك 2 لام تربيع بتساوي 3 عين تربيع، يبقى عين تربيع بتساوي 2 لام تربيع على 3. عشان اطير التربيع اخد له الجذر، يبقى 2 لام تربيع على 3. اللام تربيع اللي هي ب6 يبقى جذر 2 6 أس 2 ب36 على 3. شوف فانت بقى تطلع معاك في الآلة يطلع معاك 2 جذر 6. هنا مدينا في الشكل ده بيقول لي إذا دار المثلث أ ب دورة كاملة حول محور السينات. طب محور السينات كده، محور السينات ده كده يعني هو هيلف كده، محور السينات عامل كده وألف واو اللي هو الضلع ده كده واقف كده، هو هيلف لك دورة كاملة كده. يعني الدايرة بتترسم حول محور السينات، والمركز بتاعها هو النقطة دي، هو النقطة ده اللي هي الواو المركز. يبقى النق من واو لألف، يبقى لو هيلف حول محور السينات المركز تجيبه من على محور الصادات من واو لألف. طيب لو هيلف حول محور الصادات تجيب النق من على محور السينات واو ب. كلام جميل يا مستر. يبقى النق هنا بكام؟ ب4، والارتفاع بقى بيكون الحتة التانية ب3 عشان دي واصلة لحد ال3. كده أنا فهمت إن النق ب4 والعين ب3. يبقى الحجم تلت مساحة القاعدة في الارتفاع، قاعدته دايرة المخروط، يبقى تلت مساحة الدايرة باي نق تربيع في في عين. عوض بقى تلت، شيل الباي اهي، نق تربيع النق ب4 يبقى 4 أس 2 16 في الارتفاع عين ب3. يبقى تطلع معاك في الآخر تيجي تحسبها على الآلة تطلع معاك 16 باء. هنا بيقول لي في الشكل المقابل المساحة الكلية للمخروط. هنا مديك دي ب3 ودي ب5، هات له أ ب من فيثاغورس تطلع لك بكام؟ جذر 5 أس 2 ناقص جذر 3 أس جذر 5 أس 2 ناقص 3 أس 2 تدي لك كام؟ 4. كده بقى عندك النق بتساوي 4. طب قانون المساحة الكلية بيساوي ايه؟ عايز تشتغل بقانون اللي انا كنت كاتبه لك، هو بيساوي المساحة الجانبية زي مساحة القاعدة، والمساحة الجانبية انا قايل لك اي حاجة المساحة الجانبية نص محيط القاعدة في الارتفاع. طيب يا مستر، او عايز تشتغل بالقانون ده اشتغل باي نق في لام زائد نق. ادى النق جبناها لسه مديها ب4،
في اللام اللي هو طول الراسم، طول الايه الراسم، في يبقى 5 زائد ايه 4. 4 دي اللي هي النق، لان احنا قلنا باي نق في لام زائد نق، على آلتك الحاسبة يطلع معاك 36 باي. هنا حجم الجسم الناشئ من دوران أ ب ج دورة كاملة حول المستقيم ب ج. هيلف حوالين المستقيم ب ج نفس فكرة المسألة دي، هيلف حوالين ب ج يبقى النق أ ج. كده يا مستر استفدت ان انا النق عندي هنا بتساوي 3 تمام، ولام اللي هو الراسم هيساوي معايا 5. كلام جميل يا مستر. لسه برضو نفس الفكرة من فيثاغورس يطلع لك ب ج دي بايه؟ ب4. يبقى ب ج هو بيقول لك ب ج كده هو الارتفاع. يعني ايه يا مستر ب ج هو الارتفاع؟ ما احنا قلنا بقى ما دام هيلف حوالين ب ج يبقى أ ج النق وب ج ده الارتفاع. ب ج ده الايه؟ الارتفاع. جبنا الارتفاع مع بعض بكام دلوقتي؟ ب4 من فيثاغورس. 5 أس 2 ناقص 3 أس 2. جذر 5 أس 2 ناقص 3 أس 2. طب هو عايز ايه يا مستر؟ الحجم. الحجم بيساوي تلت مساحة القاعدة في الارتفاع. تلت باي نق تربيع في ايه؟ في عين. مع مساحة القاعدة اللي هي دايرة باي نق تربيع. يبقى تلت في باي النق ب3، 3 أس 2 ب9 في عين جايبينها ب4 يطلع معاك 12 باي. طول قطر الدائرة دي يا مستر خلي بالك بقى، هو عايز منك هنا طول قطر الدائرة. يعني انت من الاخر كده عايز تجيب نق، عايز تجيب ايه نق؟ ايه ده يا مستر؟ القاعدة العامة. القاعدة العامة كنا بنجيبه منها أول حاجة عشان تروح تحل المسألة لازم كنت تروح تجيب الإحداثي بتاعك اللي هو السين والصاد. بتجيبه من على السين والصاد دول مالكش دعوة بسين تربيع وصاد تربيع. بجيبه ازاي؟ مش دي 4 خد نصها وغير إشارتها. نص ال4 2 تبقى -2، وبعدين خد الصاد خد نصها وغير اشارتها. نص ال2 1 تبقى وهي سالب اصلا تبقى -1. الجيم عندك الجيم اللي هو الحد المطلق ده ب4. طب القانون كان عندك بيقول لك ايه؟ النق بتساوي جذر لام تربيع زائد كاف تربيع ناقص ج. لام تربيع ده بنسميه لام اللي هو اللي جايبينه من على السين، وده بنسميه كاف اللي هو اللي جايبينه من على الصاد. يبقى جذر 2 -2 أس 2 زائد كاف تربيع 1 أس 2 ناقص الجيم اللي هي ب4. كلام جميل يا مستر. يبقى هنا يا مستر عندي النق هتطلع معايا بكام؟ لما تروح تحسبها كده دول يطلعوا لك ب3. يطلعوا لك بايه؟ ب3. هو كان عايز ايه بقى؟ كان عايز طول القطر. النق لنص القطر ب3 يبقى طول القطر ب6. عايز محيط الدايره التي معادلتها س تربيع زائد ص تربيع. اول ما يديك المعادله دي انت عارف ان اللي بره ده بنق، لان القانون عندي بيقول س تربيع زائد ص تربيع بيساوي نق تربيع. طب هي دي 9، يعني نق تربيع بتساوي 9، يبقى النق جذر ال9 3. طب اذا كانت النق ب3 هو عايز منك محيط الدايره 2 باي نق، يبقى 2 في نق اللي هي ب3 في باي. 2 في 3 ب6 يبقى 6 باي. محيط الدايره التي معادلتها نفس الفكره. هنا دي 49 جذر 49 7 يبقى النق ب7. يبقى المحيط 2 باي نق. عوض فيها وهات زي التاني. مسألة رقم 32. النقطة التي تقع على الدايرة دي أنهي نقطة في دول؟ خلي بالك بقى كده. هنا يا مستر علشان أجيب المسألة أول حاجة خد لي النقطة اللي هي 4 و3. هو مش ده النق تربيع؟ النق تربيع هنا بيساوي 13. يبقى لازم لما يحل المسائل النقط دي بحالها النق تربيع فيها يطلع معانا بكام؟ ب13. كلام جميل يا مستر. خد لي النقطة اللي هي د وعوض عنها. عوض عنها ازاي يعني يا مستر؟ انا لو عندي دايرة كده هو عايز معادلة الدايرة. مركز الدايرة هنا من المسألة الأولى 2. انت بتاخد اللي جوه القوس تغير إشارته. دي -2 أخليها أنا 2. وهنا اللي مع الصاد مفيش حاجة مع الصاد يبقى أحط 0. يبقى أحط إيه؟
صفر. هو عايز نقطة تقع على الدايرة وليكن هنا مثلا. طيب فأنا عايز أجيب طول دي، طول ده كده اللي هو نق، اللي هو إيه؟ نق. طب النقطة اللي هنا هنفرض إن هي مثلا النقطة د اللي هي 4 و3، وتحل بقانون تالتة إعدادي بتاع البعد بين نقطتين، اللي هو بيقول لك النق هتساوي، مش النق بقى، هو بيقول لك الإيه؟ البعد بين النقطتين دول بيساوي اللي هو عندنا هنا النق جذر فرق الصادات تربيع زائد فرق السينات تربيع. فرق الصادات 3 ناقص 0 الكل أس 2 زائد فرق السينات تربيع 4 ناقص 2 الكل أس 2. على آلتك كده يا باشمهندس هتطلع معاك المسألة دي ب13 أو جذر 13. طب هو النق تربيع ب13، يبقى النق بتساوي جذر 13، يبقى الاختيار ده اللي هو الاختيار الصحيح. طبعا هتروح تعمل كل ده مع الاختيارات كلها لحد ما تجرب يطلع لك واحد صح فيه. هنا بيقول لك النقطة دي تقع نقط بالنسبة للدائرة التي معادلتها س تربيع زائد ص تربيع. هقول لك انت تقوم جاي واخد الاثنين دي تربعها والاثنين دي تربعها، تمام؟ اللي هو س تربيع زائد ص ايه تربيع، هيطلعوا معاك ب 8. ماشي؟ 2 أس 2 ب 4 و2 أس 2 ب 4 يطلعوا ب 8. لو كانت ال 8 أصغر من التسعة اللي هي بتاعت نق تربيع يبقى تقع داخل الدايرة. طب لو كان طلع لك رقم، لو كانت النقطة كده 3 و3 بتساوي 9، تمام؟ أو النقطة هنا 3 و3، تمام؟ والمعادلة عندك س تربيع زائد ص تربيع، هتعملها ازاي؟ خد لي 3 أس 2 9 زائد 3 أس 2 9، هنا بيقول لك مثلا بتساوي 10. طب 9 و9 18، طلعت ال 18 أكبر من ال 10 يبقى تقع خارج الدايرة. طب لو طلعت بتساويها يبقى تقع على الدايرة. تمام. هنا عايز معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتمر بالنقطة 3 و4. أول حاجة هو بيقول لك مركزها نقطة الإيه؟ الأصل، يبقى النق هنا بكام؟ والنقطة هنا 3 وإيه؟ و4، يبقى النق بيساوي إيه يا مستر؟ ربع التلاتة وربع الأربعة وخدهم في جذر، يبقى جذر 3 تربيع زائد 4 تربيع هيساوي، على آلتك كده الحاسبة تطلع معاك 5. يبقى النق، بس دي تطلع لك الجذر، يبقى النق تربيع بيساوي كام؟ 25. انت بتروح دي كده بتساوي النق، يبقى النق تربيع بيساوي 25. أنهي واحدة فيهم اللي النق تربيع فيها 25 أهي. واحد يقول لي يا مستر انت من شويه لما كنت بتحل بقانون البعد بين نقطتين كنت بتقول لي فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع وبتجيب لي البعد بين نقطتين هو ده اللي بيساوي النقط. هقول لك ماشي يا حبيبي، ما هو انت هنا نقطه الاصل في مساله زي دي، المساله الاولى دي اللي هو مركزها نقطه الاصل. عارف يعني ايه مركزها نقطه الاصل؟ يعني الاحداث اللي في النص هنا صفر وصفر. فانا لما جيت اشتغل على النقطه دي بدل ما اقول 3 ناقص 0 كله اس 2 قلت 3 اس 2 على طول، بدل ما اقول 4 ناقص 0 كله اس 2 قلت 4 اس 2 على طول. تمام. استطرت معانا بخمسه وجذر 5 25 يبقى هي دي المساله. هنا بيقول لي الدائره التي معادلتها س ناقص ا تربيع زائد ص ناقص ا تربيع بتساوي ا تربيع. الالف لا تساوي الايه؟ الب. بص من الاخر كده عشان بس تنجز نفسك في حل المسائل، لو الالف تربيع مع السين يبقى تمس محور الصادات. لو هو حاطط لك بتساوي ب تربيع، الب تربيع مع الصاد يبقى تمس محور السينات. هنا في المسألة 36 بيقول لك الدائرتان دولت مالهم؟ متباعدتان ولا متداخلتان ولا متمستان من الداخل ولا متمستان من الايه؟ الخارج. أول حاجة روح هات لي النقطة بتاعت المسألة الأولى. النقطة هنا هتاخد غير إشارة السالب 3 3 وغير إشارة السالب 2 2 تبقى 3 و2. النقطة بالنسبة للدائرة الثانية 1 و1 أو سالب 1 و1 عشان بنغير الإشارة، سالب 1 وسالب 1. طيب يا مستر النق في الأول بتاخد جذر الأربعة 2، النق بتاع دي 2. النق بتاع الثانية جذر الواحد
النق هنا بواحد. طيب يا مستر، عشان تعرف هي متباعدتان ولا متداخلتان ليها طريقة لذيذة جدا، اللي هي ايه يا مستر؟ أول حاجة انت عندك الدايرتين همت مثلا يعني، ومركزها ديت 2 و3، ومركز دي -1 وسالب النقطة دي، فده الميم نو. يبقى النق عندك هنا الحتة دي، يبقى النق عندك هنا مستر الحتة دي، والنق بتاع دي الحتة دي. فلو الدايرة ميم والدايرة نون، شايف ميم نون أطول من مجموع النقين صح؟ طيب يا مستر، ففي الحالة دي يبقوا متباعدتان. طب لو كانوا الدايرتين لامسين بعض كده، كان ايه اللي هيحصل يا مستر؟ هيبقى النق دي الميم ودي النون، النق زائد النق بيساوي ميم نون كلها. طب لو متداخلتان يبقى ميم نون أقل من نق 1 زائد نق 2. فهو ده اللي أنا هعمله، هجيب ميم نون الأول. ميم نون ده اللي هو البعد بين نقطتين، فرق الصادات تربيع زائد فرق السينات تربيع. 3 ناقص -1 يعني 3 زائد 1 تربيع. 2 ناقص -1 يعني 2 زائد 1 كله أس 2، تطلع معاك ب5. طيب يا مستر، طب هو النق بكام؟ دي ب2 ودي ب1، 2 و1 3. ميم نون هنا يا مستر ب5. 5 أكبر من الإيه؟ من ال3. طب ما دام ال5 أكبر من ال3، ال5 اللي هي ميم نون وال3 اللي هي نق 1 زائد نق 2. ما دام ميم نون أكبر يبقى الدائرتان متباعدتان. هنا في المسألة يا مستر بيقول لي طول القطعة المماسية لدائرة س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 9 المرسومة من نقطة 5 و0، مرسومة من نقطة 5 وإيه؟ و0. أدا أنت عندك لو أنت هتروح ترسم له كده الإحداثي وترسم عليه دايرة، تروح ترسم عليه إيه؟ دايرة. وهنا بيقول لك القطعة المماسية مرسومة بين النقطة 5 و0، يعني النقطة دي كده 5 وده المماس. هنا يا مستر النق بيجيب من عند المماس وينزل هنا كده، وخلي بالك المماس بيكون دايما عمودي على النق، يعني هنا في الرسمة دي الحتة دي عمودية. طيب يا مستر خلي بالك كده دي ب5 سنتي، دي ب5 ايه؟ سنتي. جميل يا مستر. والنق ب3، اشمعنى؟ ما هو من الرسم بتجيب جذر ال9 3. طيب إذا كانت دي 5 ودي 3، من في غرز يطلع لك الضلع الثالث بكام؟ ب3. يبقى طول القطعة المماسية 4. تاني نعيد المسألة تاني، هاخد لك المثلث لوحده. احنا دلوقتي قلنا النقطة مرسومة، المماس مرسوم من 5 و0، يبقى الضلع ده ب5 بتاع المماس. هنا يا مستر دي ب3، اشمعنى؟ عشان بنجيبها من هنا، النق بتجيب جذر ال9 3، من في غرز تجيب دي بكام؟ ب4. يبقى طول المماس اللي هو ده بكام؟ ب4. إذا كانت الدائرة التي معادلتها س تربيع زائد ص عايز تمس محور السينات، ما دام تمس محور السينات يبقى أنت عندك الحل بقى سهل جدا. هنا يا مستر بيقول لك إذا كانت الدائرة التي معادلتها س تربيع زائد ص تربيع وكمل المعادلة تمس محور السينات، ما دام تمس محور السينات يبقى النق بيساوي الصاد. ايه الصاد ده؟ انت بتجيب المستوى الاحداثي، نص اللي مع السين وغير اشارته، نص 6 3 وغير اشارتها تبقى 3 عشان هي هنا سالب. ال8 نصها 4 غير اشارتها -4 عشان ال8 هنا موجبه. طيب ما دام تمس محور السينات يبقى النق بتساوي الصاد اللي هو هنا. طب لو كانت تمس محور الصادات يبقى النق بيساوي السين اللي هو هنا. فهو عايز الجيم، القانون عندي بيقول لي الجيم بتساوي لام تربيع زائد كاف تربيع ناقص نق تربيع. طب لام تربيع دي اللام ودي الكاف. طب اللام ب3، 3 أس 2 زائد الكاف تربيع 4، دي كاف 4 أس 2 بتساوي ناقص النق تربيع اللي هي 4 أس 2 برضه. يبقى في الحل على آلتك كده تطلع معاك ب9. وبكده خلصنا الجزء الثاني اللي هو الهندسة الفراغية، خلصنا منها الجزء بتاع الأسئلة الاختيار. فاضل لنا الجزء المقال إن شاء الله، انتظرونا في الجزء الثالث. وبالنسبة لأي حد عايز الملزمة زي ما قلنا هتكون موجودة على الرقم ده 010 62 91
053 8. الملزمة مجانية، والحجز أونلاين برضو بيكون على نفس الرقم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.